السلام عليكم. احنا كنا راكبين ميكروباص وجايين، وركبنا الميكروباص دوت من عند جامع البنات، واحنا كنا رايحين لسيدة عيشة ونزلنا سيدة عيشة، وركب معانا استاذ اللي انتم شايفينه معانا دلوقتي، لسه ما تعرفناش على اسمه والله، وكان بيتكلم، جاله تليفون وكان بيتكلم وبيقول ان هو لسه خارج دلوقتي حالا من شارع محمد محمود. النهارده الاربع الساعه دلوقتي 12 الا تلت، 11 ونص و5 بالظبط، وسمعنا مكالمه بينه وبين واحد صديقه او قريبه بيقول له لا ما تروحش، هو بيكلم صديقه او قريبه بيقول له اوعى تروح، الوضع هناك مش كويس وكده يعني، ولقيناه مواقم على الوضع. فاقسم لكم بالله العظيم احنا لسه هنعرف اسم الاستاذ وهيعرفها بنفسه وهيتكلم عن الجزئيه اللي احنا اللي طلبنا منه، قلنا له ينفع حضرتك تقول الكلام دوت في كاميرا وننزله اونلاين على النت؟ قال لنا طبعا ممكن، وهنتعرف بقى بالاستاذ وهو اللي هيكمل بعد كده يعني. محمد سيد حسن، انا بقول اسم ثلاثي، انا من الجماليه، من مصابين 25 يناير. لما نزلت الثوره نزلت دفاعا عن حقي وعن حق كل الناس وعن اولادي. كانت ثوره كانت نظيفه وكانت جميله يوم 25 يناير. لما نزلت المره دي عشان الثوره اتضحت ان الثوره دي مش نظيفه. مش نظيفه ازاي؟ ان في ناس محترمه جدا في ميدان التحرير، وكل بني ادم بيخش شارع محمد محمود فيهم ناس نظيفه وناس محترمه، بس فيهم بلطجيه اكتر، بيسرقوا محلات، بيكسروا الجامعه الامريكيه، كسروها وسرقوا منها حاجات من جوه. المولوتوف مين اللي كان بيحدفه؟ مش الشرطه، هم اللي كانوا بيحدفوه علينا. الشرطه كانت بتضربهم بالغازات المسيله بالدموع، ما ضربتش حد بالنار، ولا هي ولا الجيش. وعلى فكره انا اللي شوفني يفتكرني ان انا مباحث او شرطه والكلام من ده، انا راجل مدني جدا عادي، معلش برضه عشان الناس ما تفتكرش اي حاجه. ينفع اقرا؟ خليك تقراها وكل حاجه يعني. انا اوريك بس الصوره وهخليك تشوف البطاقه دي بتاعت المصابين 25 يناير اللي هو الكوميسيون الطبي. وزاره الشؤون الاجتماعيه مديريه القاهره للتضامن، استماره فحص طبي مصاب الثوره، الاسم محمد سيد حسن سيد، نوع الفحص الطبي المطلوب مش عارف طبعا اقراه، السن مش مكتوب، العنوان شارع ما اعرفش ايه الهندي 10 عاطفه الهندي اللي في الجماليه، 10 شارع عاطفه الهندي الجماليه، رقم وتاريخ القيد بسجل 2 ضمان، المهنه، الحاله السابقه، الفحص الطبي، تقدير السن في الجهات، قرار الكومسيون الطبي العام بالمحافظه، تقدير العجز الكلي، الشيخوخه، العجز الجزئي، المرض نوعه والمده اللازمه للعلاج، تقدير السن ومدى القدره على العمل، اعضاء اللجنه. تمام جدا يا جماعه اهو. طبعا احنا مش عارفين نقرا الخط بتاع الدكاتره، لكن خدمه الناس اهو، معلش برضه وصوره الاستاذه اهي، لان بطاقتي جوه، اللهم صل على النبي، يعني في حاجات جوه بتتسرق صلى الله عليه وسلم. دي يوميه التطوع بتاعتي تثبت ان انا كنت راجل متطوع في الجيش، بس خرجت من ميري ما بخدمش لغايه دلوقتي. حضرتك عندك كام سنه؟ انا 38 سنه. ربنا يديك الصحه. وباين يا جماعه عليه اثار طبعا التراب اهو، وباين عليه وهي كمامه يوميه التطوع بتاعت الجيش بتاع استاذ محمد، طبعا دي من سنه 92 متطوع من 92 92 93. وسبت امتى الجيش يا استاذ محمد؟ لسه سايبه بقالي 6 سنين. 6 سنين يعني 2005؟ طيب لا مش عارف يعني 2006. طيب ماشي. استاذ محمد بقى حضرتك كمل لنا الموضوع اللي كنت بتتكلم فيه. الموضوع اللي بتكلم فيه اني برضه بقولها ان ربنا يسترها، ربنا يسترها من العالم اللي جوه. في ناس محترمه برضه، قلت ناس محترمه جدا، وناس تبع الثوره محترمين، وفي ناس بلطجيه، وفي ناس دسيسه علينا، ناس عايزه تخرب البلد. وزاره الداخليه دي لو وقعت دلوقتي ايه اللي هيحصل في البلد؟ ايه اللي هيحصل في البلد؟ في كم قد ايه السلاح فيها؟ كتير. السلاح ده هيروح فين؟ هيبقى في ايد مين؟ انت لو مسكت حته سلاح هتعرف تتعامل معاه؟ ما اعرفش استخدم سلاح. البلطجي لو مسكها هيعرف يتعامل معاه، يوقفك في الشارع ويثبتك، يخش بيتك ويثبتك، في المحل ويثبتك. طب انا شفت انا وصلت نفسي لايه؟ والناس التانيه عايزه كده، عايزين ايه؟ عايزين يخربوا بلدنا لو راحت. طب هسأل حضرتك سؤال يا استاذ محمد. اتفضل. دلوقتي حد ممكن يقول لي انت جايب حد يمثل، الراجل ده لو كلامه حقيقي وهو من مصاب الثوره ليه راح الميدان؟ رحت الميدان عشان اكمل بيت ثورتي، بس لان كنت نازل عشان لسه ما خدتش بيت حقوق. جميل. التعويضات بتاعتنا ما خدتهاش. جميل. انا ما صرفتش الا التعويض واحد بس اللي هو بتاع مجمع التحرير. حلو. اللي هو تبع التضامن الاجتماعي. حلو.
الصندوق لسه ما صرفليش. طيب تمام. ونزلت عشان اتكلم، لقيت في حاجات تانية ما ينفعش ان اتكلم فيها. جميل. خدت بعضي وقلت امشي خلاص. انا بقى لي 4 ايام هناك، 4 ايام والله، بقى لي 4 ايام. وقعدت في شارع محمد محمود، وقعدت في التحرير، وبقيت اشيل مصابين ادخلهم من العيادات اللي في المجمع، ودخلت المسجد ودخلت الكنيسه. ومع ذلك انا تعبت، بس تعبت من المناظر اللي انا شفتها. لقيت واحد بينط من الشباك في الجامعه عشان يخش يسرق منها حاجات، واحد تاني، انا الكلام ده في ناس كتير قوي شافته، واللي كدبني كدبني، في ناس كتير قوي شافته. مين اللي كان بيحدف مولوتوف؟ مين؟ اللي كانوا بيحدفوه اللي هم المعتصمين، اللي هم البلطجيه. في معتصمين برضو كانت بتحدف، بس بتشغيل دماغ. تعال احنا مش هنمشي، احنا طب ما الجيش سابها لكم والداخليه سابتها لكم، عملت حاجز سلك، ما تعدليش بقى انت. معنى كده الداخليه تنفع تعدي السلك؟ لا. هتخش لك ميدان التحرير. لو دخلت ميدان التحرير، ما هو في 3 دقايق هيخشوا ميدان التحرير يكسحوه. يعني هم يقدروا يخشوا ميدان التحرير؟ هم يقدروا يخشوه في ثانيه، في ثانيه واحده يخشوا. البوليس يقدر يخش الداخليه والجيش يخشوه في ثانيه، ويفضوه في ثانيه. ويفضوه في ثانيه. صح. هم ليه مش عايزين يفضوه؟ سايبينك انت بتعمل ثوره سلميه، خليك سلميه. حقوقك عايز تاخدها خدها سلميه، لكن مالكش دعوه ببيتي، مالكش دعوه ببيتي. وزاره الداخليه دي حربيه، بيتي مالكش دعوه بيه. هيقول لك يا استاذ محمد احنا كنا قاعدين في الميدان، بس البوليس لما ضربنا ابتدينا بقى طريقنا. لا لا لا, لا ما حصلش، لا ما حصلش، ما حصلش. انا دلوقتي وانت واقف وانا تحت الكوبري، ورحت رامي عليك دلوقتي مولوتوف وانت واقف، ايه اللي هيحصل؟ هتعمل ايه؟ هتقول لي متشكرين تديني تعظيم سلام، ولا هتديني واحده بقى مسيله بالدموع؟ بس خلاص رد الفعل قصاد رد الفعل. صح ولا غلط؟ صح. هو ده اللي بيحصل. حضرتك كنت موجود من اول مليونيه الجمعه ابو اسماعيل؟ لا مش من يوم الجمعه، من يوم السبت؟ من يوم الاحد. من يوم الاحد واثنين والثلاث والاربعاء. ايه الشكل العام؟ ايه اللي شايفه يا استاذ محمد؟ الشكل العام في الميدان، تفسيرك لانواع الفئات الشباب اللي موجوده. والله انا الميول. عيال صغيره، ايوه 10 سنين 9 سنين 13 سنه 14 سنه. على فكره كان معانا مذيعه اسمها الاستاذه داليا، مش عارف كانت تبعاني قناه، مسكوا واحد خريج كليه هندسه، واسمه انا ممكن اخليك تكلمه، لان انا اللي خدته من ايد الشرطه. ايوه خدته من ايدهم انا ومدام داليا، خدناهم كده اهوت. ايوه بعد اذنك وقفناه واتكلمنا معاه. تمام. لقينا بتاعته واتكلمنا معاه، فضل يعيط، خدته وصلته لغايه عربيته. معنى كلام حضرتك يا استاذ محمد ان في ممكن حد يكون بيتعامل مع شرطه عادي، ممكن متظاهر محترم يكون بيتعامل. طب انا رحت لغايه باب الوزاره. جميل. رحت ازاي؟ ما انا قلت لك انا رحت ازاي؟ بتعامل معاهم عادي جدا وبالراحه، هم ناس محترمه، هم ولاد كلب زباله، مش هقول لك ان هم ولاد كلب زباله. بص اللفظ بقى، ما انا بقول لك اهو بقى. بس هنا في حاجه بقى، ايه هي؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم. هم اعتدوا اول يوم، هنقول رد فعل قصاد رد فعل، وضربتوا خلاص خدت حقكم شكرا. ما ترجعوش تاني بقى شارع محمد محمود. ترجعوا ليه؟ عملوا لكم حواجز محدش يخش. عايزين تخشوا وزاره الداخليه ليه؟ ينفع وزاره الداخليه تتضرب؟ ده اللي احنا بنساله يا استاذ محمد لكل الناس اللي رايحين شارع محمد محمود، رايحين شارع محمد محمود يعملوا ايه؟ ايوه عايزين تضربوا وزاره الداخليه ليه؟ يقول لك احنا هنتكلم، بس هتتكلم في ايه؟ والشيوخ بقى تتكلم ويمشوا فيهم، والبلطجيه يقولوا لا احنا مش هنمشي، احنا واقفين هنا. والله العظيم السرقه. في محل اسمه محل كوستا في شارع محمد محمود، المحل ده دلوقتي هناك المحل اتكسر من الجنب، وناس واقفه عماله تسرق، والامن المركزي بيضرب والناحيه الثانيه بيضربوا، وناس ملاكيين دخلت يقولوا احنا منعبتين، ودخلت كده عشان يا استاذ محمد بيقولوا لك ان الضباط بيضربوا خرطوش في عين بينشروا على عين المتظاهرين. طب انت المسافه ما بينه وما بينك زي من هنا كده 100 متر 10 متر، هنشر ازاي كده عليك؟ ما انت هتديني بالطوبه، انت مش بتحدف طوب مولوتوف. ايوه هتديني، لكن هو بيضرب. ما بقولكش ان هو لا بيضرب ازاي؟ ايه الشكل اللي بيضرب بيضرب فيه؟ بس انا والله العظيم انا قلتها للعسكري، قلت له وسيدنا النبي لا تضرب بالرجل، يعني اضرب كده في الارض. قال لي والله انا بضرب في الارض. وبعدين ده في منها مطاطي ده ولا مش المطاطي؟ لا بلاستيك بيلسع. ايوه كده كويس، في بلاستيك بيلسع اللي بيلسع وفي التاني خرطوش اللي معاهم، لان انا كنت واخد طلقتين معايا سلام
واحده مطاطي اللي هي الكلسي عاديه، والثانيه الخرطوش. لو كانت معايا والله لو كنت وريتها لك، بس ما ينفعش اطلع من الميدان. الثانيه دي بتموت ولا بتعمل ايه؟ ما بتموتش، ما بتموتش، برضه بتلسع اكتر عشان تجري اكتر. بتلسع اكتر عشان تجري اكتر. مش عارف اقول لك ايه. هسأل حضرتك سؤال اخير. انت امبارح كنت في الميدان والمشير بيقول البيان؟ المشير انا سمعت المشير وهو بيتكلم في الخطاب. الاول 4 ايام بتروح وتيجي ولا بتبات ال4 ايام؟ لا انا امبارح روحت عشان اغير طبعا هدومي. تمام. امبارح بس الوحيد اللي روحته. تمام. عشان اغير هدومي. تمام. وسمعت الخطاب بتاع سياده المشير كان بيتكلم. قال افتكروا الثوره اللي احنا عملناها، احنا اتشتمنا، احنا اتهنا، ومع ذلك برضه ما اتكلمناش في اي حاجه. صح كده ولا لا؟ جميل. لكن هو فعلا لو عايز يضرب طيارات كده من الجو هتحدف غزال. بالظبط، كل الناس يغمى عليها. الموضوع انتهى. شكرا. اعملوا بقى اللي انتوا عايزين تعملوه، وانا هحدفكم من فوق مش هحدفكم من تحت بغزال. هعميكم مش هتعرف ترميها لي تاني. هترميها لي تاني ازاي؟ مش ده اللي هيحصل؟ صح. بس هم مش عايزين يوصلوا كده، لان هم بيحموا بلدنا، بيحمونا احنا. ما ينفعش في الاخر ان احنا نتهان. يعني انت مؤيد يا استاذ محمد لكلام المشير ومستني التسليم السلمي اللي انا عايز اسالك سؤال، هو حضرتك قلت في التعديل الدستوري نعم ولا لا؟ انا قلت نعم للتعديل الدستوري. قلت نعم للتعديل لا لا لا. قلت لا. لا. ليه بقى؟ ليه؟ عشان انا بلدي مش بلد سنيه ولا شيعه ولا كلام من ده. دي وجهه نظر حضرتك اللي احنا بنحترمها. ماليش دعوه. حتى لو بنختلف فيها. حتى لو بنختلف. جميل قوي، جميل قوي يا استاذ محمد. كمل. قلت لا وموافق على راي الاغلبيه اللي قال نعم. ما هو في حاجه هنا معلش. ايوه اتفضل. انا مش مثقف اول الدرجه اللي هي، بس انا فاهم، بس انت قلت لا وانا قلت نعم. الاغلبيه طلعت نعم. لا معلش انا اسف. معلش. على تعديل الدستور ايوه. الاستفتاء بتاع 19 مارس شهر 3. بتاع شهر 3. الاستفتاء اللي نعم للتعديل الدستور. ايوه. او لا لتعديل الدستور. نو للتعديل. انت قلت نو للتعديل ده ماشي، ما انت قلت لا للتعديل الدستور. ثواني يا محمد. انت قلت لا وانا قلت نعم والحمد لله رب العالمين. ومحمد قال نعم. واللي بيصورنا قال نعم. وانا ليا اختي قالت نعم، وجت بعد كده قالت لي، قلت لها معلش كل واحد رايه. يا ترى بقى ايوه، يا ترى بعد ما حصل كده اعترضت بقى على النتيجه اللي هي قالت ان نعم كسب؟ والله ما اعترضت. انا قلته زي ما اقولوا ايه معلش يعني 1% قال لا ومليون في المية قالوا يبقى انا هم صح وانا غلط، وكل واحد شايف رايه كده. انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ ما تزعلش مني ان انا ممكن اكون مختلف معاك في الكلام. صح؟ يعني انت ليك رايك وانا ليا رايي، صح كده ولا؟ تمام. انت في وجهه نظر في دماغك وانا في وجهه نظر في دماغي، انا دماغي مريحاني وانت دماغك مريحاني. صح. كلمه نعم او لا تفسد من الراي الطبيعي. يعني انت ضد ان هم يجيبوا مجلس رئاسي مدني من ميدان التحرير، الشله اللي في ميدان التحرير دي، انت ضد ان هم يفرضوا على المصريين رئيس وزراء؟ ما حدش هيفرض عليا ان انا اخش جوه واقول رايي. انا اقول رايي بره مش في قلب ميدان التحرير. انا في قلب ميدان التحرير بقول رايي. قوله في الصندوق. في الصندوق انهي بتاع ميدان التحرير؟ لا صندوق الانتخابات. او الانتخابات. في الاستفتاء في الانتخابات اقول رايي. صح. يعني لكن في قلب ميدان التحرير انا ايش ضمني ان الكلام ده يطلع صح؟ صح. يعني صح. لما المشير قال ان لو الشعب عايزنا نمشي من هنا يعني ونروح لسكناتنا. أيوة. نعمل استفتاء. ايوه. انت فرحت؟ لا انا ما فرحتش. ما فرحتش. لكن لو لان انا عارف ان الصندوق ده هيروح فين. اقصد دلوقتي هو المشير قال ايه؟ لو الشعب عايزنا نمشي ونرجع سكناتنا هنعمل استفتاء ان احنا نسيب. ده مصلحه ان هو يرجع مكانه، عارف ليه؟ جميل. لان ربنا يستر على اللي جايين بقى من بره. اساسي. من بره بقى عايزين يخشوها كده مرتاحين. حلو. واحنا نايمين جوه. الجيش نايم. المشير قال ايه يا استاذ محمد؟ المشير قال ايه؟ الله ينور عليك، الجيش مش نايم. لا مش نايم. انت قلت المفيد. هو بص هو رامي ايه؟ زي ما كل واحد بيصطاد ايه بالسناره بتاعته. لا تغمس لما تغمس. اسرائيل، امريكا، اي دوله عايزه تحتل مصر بيرمي كده السناره. هو بخته زي ما بيقولوا سامر يا بلطايه بتطلع. طيب بس محمد عايز اقول لحضرتك على حاجه ثانيه اخيره بقى ان شاء الله. دلوقتي المشير قال ان هم هيسلموا السلطه في ميعادها. ايوه. لما نجيب رئيس كويس. ايوه. ودلوقتي السياسيين اللي في ميدان التحرير عايزين يمشوا دلوقتي. فهو قال دلوقتي إيه؟ ليه بقى؟ فهو قال ايه؟ قال لو الشعب هنعمل استفتاء، لو الشعب قال امشي الجيش يمشي في الميعاد اللي هيسلم فيه الدوله لرئيس جمهوريه همشي فيه.
لو الشعب قال امشي دلوقتي همشي دلوقتي. لو احنا عملنا الاستفتاء والشعب قال للمشير استنى لغايه لما يجي الرئيس في شهر 6 اللي جاي، ايوه هتوافق ولا لا؟ هوافق طبعا. مع الشعب، مع الشعب. الاغلبيه. مع الشعب صح؟ بس الشعب انهي؟ الشعب اللي فاهم الصح. اللي فاهم الصح. دلوقتي احنا هنروح نقول للمشير استنى لغايه شهر 6 زي ما احنا ولو استنينا لغايه شهر 6 هنلاقي الاحسن للبلد. بامر الله. بامر الله. يعني انت مع خطاب المشير امبارح يا استاذ؟ معاه. تمام والله الحمد لله. والله مش عشان كنت راجل من رجالته تحت منه زي اولاده، لا. انا جيت كرهت المشير شويه، كرهته ليه؟ تمام. لاني خرجت ظلم في ظلم شويه يعني. معلش ده قصه ثانيه يعني، بس انا ما حوار الجيل ده لوحده. ده لوحده دوت يعني. ومع ذلك الخطاب بتاعه ما ينفعش ان انا اقول لا عليه، لان هو صح. تمام. هو اللي اصلح من اي حد، ان هو اللي فاهم في البلد اكتر من اي حد. مش حسني مبارك اللي فاهم، هو اللي فاهم عنه. بيقولوا عليه ان هو تبع حسني، ماشي هو تبع حسني، عشرة عمري يا عم. انا عيطت على حسني 30 سنه مع اني كنت بشتم في حسني. ما شاء الله. ايوه فهمت. انا عيطت عليه. المفاجاه جايه يا استاذ محمد بعد الفيديو ان شاء الله. طب انا هعمل بس. اتفضل.